الثقافة المغربية الصالون واحد المكان مقدس، ما خاصش انت تدخل ليه ولا ترونو، حيت في اي لحظه يقدروا يدخلوا الضياف. ولا دخلوا خاص يكون الصالون نقي ومقاد، ومن غيدخلوا عندكم خاصكم تحطوا لهم ماكله بزيد وسبيسيال، وضروري في التبصيل ديال الطوس. هادشي اللي نتوما كعائله اللي عايشين في ديك الدار محرم عليكم تاكلوه الا في مثل هاد اللحظات، وانتم عارفين هاد الضياف مهما قدمتوا لهم مهما تعاملتوا معاهم غيمشيو غيهضروا فيكم، غيقولوا الماكله ما طايباش مزيان، وغيقولوا الدراري ما مربينش. هادشي اللي عاودت لكم هو منزل بزاف ديال الاطفال المغاربه. هاد الاطفال اللي كبروا ولاو صحفيين عمال نظافه وحرفيين، ولكن ديما بقى عندهم الهوس بداك الضيف اللي غيجي. وتحول الحوار من كيف جاتك الماكله لكيف جاك التيران والوطيل والبنيه التحتيه والمرافق العموميه. وحنا عارفين فاش غيمشي الضيف غيتسد الصالون وغنرجع للروتين العادي اللي كنتي فيه من قبل، مرقه مع خبز الدار بيت وشويه ديال الدجاج، وتسنى ضيف اخر يجي باش الصالون يتعاود يتحل. هاد الهوس بالاعتراف الخارجي كيتسمى بوست كولونيال سايكولوجي، فين الدراسات كتقول ان الدول اللي عاشت الاستعمار طورت شعور لا ارادي بحاجه دائمه بالاعتراف الخارجي، لان الراي الاجنبي هو مرآة للقيمه وكيعطي وزن اكبر لذاك المواطن المحلي، لان الاعتراف به كيحس انه عنده وزن حيت قدم شي حاجه. الشيء اللي طرا في نهائي كاس افريقيا بين المغرب والسنغال كارثه بكل ما تحمل المقاييس. دوله استقبلاتك في دارها وعطاتك الظروف الملائمه اللي تلعب فيها هذا الكاس، ملاعب معايير اوروبيه، اوتيلات 5 اطوال، لكن في العقل الباطني للمشجع الافريقي هذه ماشي كاس افريقيا، حيت كاس افريقيا الماتش كيتلعب مع الجوج في حراره ورطوبه مرتفعه، تيرانات بعشب اصطناعي، اوتيل عامر ناموس، وهذا الشيء كيتسمى بالريفيرس كالتشر شوك او الصدمه الثقافيه العكسيه. في المشجع معتاد على ملاعب متواضعه، تنظيم ضعيف، غياب الصرامه في الممتلكات العامه، وكينتقل فجأة للملاعب معايير أوروبية، كيجي إحساس بالارتباك وكيفقد القدسية بالمكان. ومني ما كتفهمش قيمة الشيء ثقافيا ما كتبقاش تحترمه سلوكيا. هذا الخطاب موجه للمشجعين اللي بالوا في التيران، المشجعين اللي حاولوا يهجموا على حراس الأمن ومن بعد طلبوا بإطلاق سراح المعتقلين اللي داروا أعمال الشغب، ودعوا بتدخل الدولة السنغالية، والمدربين اللي حتى خسروا عاد بداو كينتقدوا الأوتيلات وقالوا فيهم الناموس واخا حنا في البرد، والصحفيين اللي مشاو كيصوروا حدا طارو ديال الزبل. وموجه ايضا للمغاربه اللي فاش خسرات المغرب مشاو تعداو على ناس افارقه اللي ما عندهم حتى دخل في الامر، ناس اللي جات تخدم وتقرا على راسها، وتم المناداة عليهم بالفاظ عنصريه، واحيانا الامر وصل للعنف الجسدي. بحال هاد الامور خاصه للاسف ما تبقاش، لان صراع ما بين جوج ديال الشعوب ولا دوله مع قاره كامله كيبدا بحال هكا. المغرب عنده علاقات مع الدول الافريقيه اللي اهم بكثير من مجرد ماتش ديال الكره، علاقات سياسيه اقتصاديه لسنوات المغرب خدام عليها، وجب من الشعب المغربي حتى هو يوعى يستافد من الاخطاء ديالو من التجربه في هذا الكاس اللي بينات انه مهما قدمتي مهما درتي غيتم الانتقاد ديالك.